ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا حابة بس اقول لكم على حاجة جايز تستفيدوا منها للاستفادة مش اكتر، والله مش مجرد فيديو. انا السفرة دي كنت جايباها من 15 سنة، واول ما جبتها كنت جايباها من دمياط. كان بنتي بتقعد تذاكر، يعني بتسمع صوت بخبخة كده. فجبنا ناس من دمياط وناس كتير، قالك طالما ما بتعملش حاجة خلاص، مش مطلعة حاجة خلاص، ممكن يكون من القش اللي في الكراسي او في حشرة او كده، لكن مش سوسة. وجي سكت الصوت بعد كده. المهم انا ما بقعدش على السفرة دي نهائي، يعني احنا بناكل في المطبخ فما بنقعدش عليها خالص. المهم كنت قاعدة هنا مع حد كان جاي يسحب لي عينة دم، تحليل، فقاعدة معاه هنا. لقيت الخرم ده، بصوا الخرم ده الصغير ده، آه، منزل حق تراب اصفر خلاص. فطبعا اتخضيت، يعني ما زعلتش، الحمد لله قضاء اخف من قضاء، بس اتخضيت ايه ده. طبعا جبت سلكه، هوريكم السلكه اهي. السلكه دي دخلتها، لا لقيتها بتدخل وبتنزل ترابه. المهم من كام يوم برفع الازاز، لقيت الحته دي قبه، فقلت جايز قبه من ميه او حاجه او جلانس من اللي بيدخل. المهم قعدت اهبد عليها واقشرها، لا لقيتها بتتقشر عادي سهله يعني. فطبعا ايه، ما كلمت كذا حد قال لي ايه، على طول المكنسه يبصوا حطها تحت ازاي، كل شويه بشفط اي تراب بلاقيه. الجاز ده طبعا جبته من البنزينه، ومعاه السرنجه دي، سرنجه 10 سنتي عشان تدخل. وكل شويه يمكن اقول لكم 5 6 مرات بحقنها، او بحط فيها الجاز واشفط التراب اللي فيها واحط فيها جاز. ادعوا لي بقى ان شاء الله ما يكونش في حاجه اكتر من كده، عشان انا والله كنت شاريه السفره دي كلها عشان القرص بس، لان سبحان الله انا بحب القرص بتاعها بس ما بحبش السفره كلها. بس سبحان الله قضى اخف من قضى، والحمد لله اللي جت على حد كده. يا ريت لو حد مر بحاجه زي كده يقول لي نصيحه انا اعمل فيها ايه. ان ناس كتير بتقول لي، في ناس بتقول لي ان هي هتعدي مجرد الحته دي وخلاص، وفي ناس بتقول لا طالما جت فيها يبقى خلاص يعني انتهت. يلا اللي عنده اي فكره يقول لي، واللي مر بحاجه زي كده برضو يقول لي نصيحته. شكرا يا جماعه وباي باي. نسيت اقول لكم حاجه كمان، معلش. ان انا اتصلت بيهم في دمياط، وطبعا يعني مش بتكلم بذوق وبأدب، انا عايزه النصيحه بس، انا مش عايزه اي حاجه. اتصلت بيهم، انا مش هاجي بعد 15 سنه اقول لهم ان انا واخده منكم السفره كده فيها صوت، ان انا غلطانه، كان انا المفروض ارجع. معلش يا جماعه الفيديو كل شويه يفصل، بس انا حابه برضه اقول لكم النصيحه للاخر. انا زي ما قلت لكم ان انا اتصلت بيهم في دمياط، فشيء طبيعي ان هو يعني مش هقول له ان انتوا، انا اتكلمت بذوق والناس ردوا بذوق. وشيء طبيعي ان مش هقول له بعد 15 سنه اصل كان فيها صوت، انا غلطانه، انا كنت من ساعتها شحنتها تاني. يا جماعه دي فيها صوت وبسمعه الفجر. فانا عايزه اقول لكم لما تحبوا تشتروا عفش وبالذات من دمياط، حاولوا تسمعوا الصوت كويس قوي. لو في الدنيا ليل والجو هادي، لو في صوت على طول ترجعوا الحاجه. انا الحمد لله والله مش متضايقه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وقضى اخف من قضى زي ما قلت لكم. بس دي نصيحه لله، يعني لو في حاجه زي كده حصلت معاكم، انت بصي في عفشك كويس وانت بتشتريه، اسمعي الصوت كويس. انا اعرف ناس كان اخوهم نجار، كان لما كان بيسافر يجيب عفش كان بيبات مع الاوضه في المخزن. تخيلوا، دي سمعتها فعلا من نجار. آه، بس وكده، وشكرا يا جماعه وباي باي. يا رب اكون فدتكم بس بالحاجه دي، وبصوا في عفشكم واسمعوا لو في اي صوت غريب او اي حاجه. انا بقى ليا ربنا، واشوف هتنفع تتصلح دي ولا مش هتنفع. والحمد لله على كل حال، شكرا.